السلام عليكم ورحمة الله. هذه قصة عن السباحة وعن الولد. السباحة بالزمان القديم. هذا اكو بير ما حد يوصله، اللي يوصله يسمع بيه صوت والناس تجرد عنه وهو بماي والناس عطشانة. يا اللي يوصل بير هذا، وقفت الباعر وقفت الغنم وقفت العالم عطشانة ويردون ماي، ما حد يطب. قالوا يا هالنشم اللي يطب، يا هالنشم اللي يطب ويعطينا الماء. قال واحد انا بشرب وياه، عده مسدس وابو محاله وعده خنجر وعده مقوار. قال نزلوني ولا هزيت الرشة طلعوني. والله والهلاهل صارت البنات المزايين، وهو نزل يقول بنص البير ويسمع الصوت الصياح. والله يقول هزيت البير لهم طلعوني ومنزلوا لتحت. والله مشي لما وصل الماي، يقول خف الصوت من صرت بصف الماي ودليت لهم دلوين ماي، والصوت يقول يمي. والله يقول وانا ضيعت وين اروح، اهز لهم الدلو وردود ماكو شوي، ولن طالع ذيك الحيه العربيد الله يكفينا شره، يقول طوله متر او فوق المتر الافه. يقول ضيعت، ضربتها بالمسدس ترد عليه الرصاصه لان هذا منه صافينه بحجر، وضيعت والحيه وانا احط الدلو بيني وبينها. والله يقول قلت ما لهاش الا المقوار هذا، وانا اصفجها يقول بالمقوار على راسها. يقول وهي صارت تفترم بالماء وصار الماء حمر. يقول والله ضيعت انا، صارت حويسه والماء خلته فوق من راسي وحويسه. والله يقول شوي والماء ركد ولانها تقلب، وانا اثنى عليها ردود المقوار واقتلها وابلش بيها واشدها واصعدها لهم ويدلوا. لما شافت العالم غادي وتعجبت والهلاهل صارت. والله يقول دليت لهم دلو المثل هذا، يقول ولا الصفقة اسمعها هردود بالماء والصياح. يقول وانا قلت اعوذ بالله هذا يجن يبليه. المهم يقول شوي وكان يطلع له يقول ذاك العربيد الاسود، ذاك العربيد الاطول منها. وانا اقول ضيعت. والله يقول قال بس هو موش على الحجر على كتر اخر. قلت هذا ماله المسدس. يقول وانا مد عليه 3 طلقات بوصل، وهذا مش قال شو جاء ومات. المهم يقول وانا صيبه صيبته قام يتقلب بس ما مات. يقول وانا والله بالمقوار واثنى عليه يقول وكتله وشدنا لهم ويصعدونه. والله يقول ورول ربعي والهلاه الاطباق ويصيح ويصير بير ابو شامه ليوم الله هذا بالبر، وتندل العربان وتندل البدوان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.